عندنا فقرة مهمة جدا، أبي أشرح لكم بعض الرموز الموجودة في القرآن، مثل رمز جيم، صلي، قلي، الميم الصغيرة، اللام، هذه كلها موجودة في القرآن. طيب، أول شيء نبدأ بحرف الميم. إذا شفت في القرآن آية وفي حرف الميم هذا، يعني وقف هنا، لا تحرك، وقف هنا وكمل من بعده. أعطيكم مثال الآن. هذا هو المثال، شوفوا حرف الميم هنا، هذا إنما يستجيب الذين يسمعون. وقف، لا تكمل الآية، لأنك إذا كملت الآية خربت المعنى. هل الموتى يستجيبون؟ لا، الموتى يبعثهم الله. عرفتوا الآن؟ إنما يستجيب الذين يسمعون. وقف. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. خلصنا من حرف الميم. الآن نبي ناخذ صلي. إذا شفت الآية وفوقها مكتوب صلي وثم تكمل الآية، شو تسوي أنت؟ يعني العلامة هذه يعني الوصل أولى، لكن لو وقفت ما عليك شيء. أعطيكم مثال الآن. شوف الآية هذه رقم 5، هنا في علامة صلي، تشوفونها؟ هذه صلي، يعني تقدر تقول أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أنا وقفت على من ربهم، ولكن الأولى والأفضل والأصلح أنك توصل الآية أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الآية كاملة تقرأها. علامة قلي وش معناها؟ إذا شفت الآية مكتوب عليها فوق قلي وهنا تكمة الآية، شو تسوي أنت؟ تقدر توصل الآية كاملة، ولكن الوقف أولى وأفضل. الوقف أولى وأفضل. شوفوا الآية، شوفوا هنا علامة قلي، تشوفونها؟ هذه قلي. طيب، وباءوا بغضب من الله، تقدر تقول وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. قلي يعني وقف، لكن ما هي مثل تشديد حرف الميم اللي قبل شوي شرحتها لكم، لا، هذه أخف شوي، لكن الأفضل أنك توقف. وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. طبعا العلامات كثيرة جدا في القرآن، لكن ما ودي أكثر عليكم السنابة، وأنا برسل لكم بعد شوي صورة فيها كل العلامات والرموز. لكن الآن بشرح لكم حرف اللام وحرف الجيم ونوقف. حرف الجيم، الجيم يعني الوقف جائز. الوقف جائز. طبعا حرف الجيم هذه الصغيرة كثيرة في القرآن. هذه واحدة، شوف، هذه 2، هذه 3، 4، 5، كثيرة جدا في القرآن. يعني مثلا هنا فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. لو وصلت ما عليك شيء، لكن هنا يجوز لك تقف. ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طيب، جينا لحرف اللام، وهذا آخر رمز نتكلم عنه. اللام يعني لا توقف، امش. أعطيكم مثال الآن. شوفوا، بالنسبة لحرف اللام الصغيرة موجودة بعض المصاحف، بعض المصاحف ما هي موجودة، لكن اللي يحضرني الآن، أنا في كثير بالمصاحف الثانية، لكن اللي يحضرني الآن أذكر هنا في لام صغيرة. تشوفون هنا في لام صغيرة، فتقرأ ثم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم. شفت شلون؟ ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم، يعني ما تقرأ تقول ولا أذى لهم أجرهم. طيب، لو وقفت ما عليك شيء، قراءتك صحيحة، لكن حنا نبي الأصح، نبي نكون مع السفر الكرام البررة الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، نقرأه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.